يا صباح او مساء الفل، عاملين ايه؟ اول حاجه هبتدي معاكم بيها مشتريات جبتها من ايكيا، كنت مخططه لها بقالها فتره. وجي وقتها ان انا اشتريها. بصوا، اول حاجه جبتها كان عندي كده دورق. هو دورق وفي نفس الوقت بينفع يكون فازة. كنت جايبه واحد من ايكيا، وللاسف اتكسر. واتكسر بطريقه غريبه جدا جدا، يعني اللي هو ما ينفعش يتكسر. بس يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بصراحة أنا باستخدمه كتير قوي، إذا كان في المية أو في العصاير. فقلت بقى رمضان داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين. فروحت جايبة ايه اتنين. قلت لو أنا مثلا هعمل نوعين عصاير، أو هعمل واحد مية واحد عصير، بينفع هعمل واحد فازة، يعني شغال معايا في كل الأحوال. الإزاز بتاعه حلو جدا. آه، هو مش هقول ان هو واو احلى حاجة، بس هو عملي، شكله شيك وشكله شغال. طبعا في ازاز احسن من كده بكتير، يعني هو سعره مش غالي. فيدوب سعره على قد الكواليتي بتاعته، يعني شغال وحاجة عملية، ولو اتكسرت عادي يعني. جبت بعد كده الستاند ده اصلا هو جزامة تمام. تقدري تجيبيها رف واحد او تجيبي اكتر من رف وتركبيهم فوق بعض. انا بصراحة مش جايباه كجزامة، جايباه لحاجة تانية. لقيته عملي جدا جدا جدا، والماتيريال بتاعته حلوة وسعره حلو، كان عامل 219. فكان سعره حلو جدا. قلت اجيبه. هستخدمه كذا استخدام، وزي ما انتوا عارفين انا بحب الحاجات الجوكر اللي هي تستخدموها كده كذا حاجة في نفس الوقت. ممكن اعمله كمنظم، ممكن اعمله، بص هو عريض. وتقدروا بقى تجيبوا كذا واحد وتحطوهم فوق بعض كجزامة، تحطوها جنب باب الشقة مثلا. أو تجيبوا واحد بس للشوزات اللي هي اليومية، لو حد بينزل كل يوم بحاجة معينة، تجيبوا واحد بس تحطوه ايه جنب باب الشقة كده، يبقى بخلاف الجزامة يعني. والناس اللي ما عندهاش جزامة تقدر برضو ايه تستخدمه. وتقدروا تستخدموه في التنظيم في أوضة الأطفال، في الدواليب. بس خلوا بالكم ما يستحملش حاجات تقيلة من النص. يعني الرجول بتاعته قوية ومش بتتقفل لوحدها، ليها كده طريقة عشان تتقفل. فمستحيل ان هو يتقفل لوحده، بس لو حطيتي حاجة تقيلة من النص هتخليه كده ايه مقوس، فاهمين قصدي؟ بالرغم ان هو حديد، بس هو عشان معمول للشوزات وكده، والشوزات ما بتبقاش تقيلة، فيعني هو معمول لحاجته. بس انتي تقدري تستخدمي كذا استخدام بطريقة ذكية. انا جبته، كان في دماغي فكرة كده، ان شاء الله بصورها لكم. وقلت ده هينفعني حتى لو ما نفعش الفكرة دي، هينفع في حاجات كتيرة قوي، انا بحب الحاجات دي. واسود بقى وكده، فحلو. الحاجات التالتة بقى اللي انا جبتها، ودي اللي انا كنت رايحة اصلا عشانها. انا كنت رايحة عشان الحاجة التالتة دي، وعشان الدورق ده. ده انا عندي كده مكتبة كنت جايباها من ايكيا. فيها زي بوكسات كده. في جزء حاطة فيه بوكسات اللي هي الخوص دي أو حاجة شبيهة بالخوص، وفي جزء مفتوح. حسيت الحاجات المفتوحة، الخانات التانية المفتوحة دي بيخش لها تراب، وبضطر ان انا كل شوية انضفها. ومش مستغليها استغلال امثل، انا عاوزة يبقى عندي مساحات تخزين كتير. والبوكسات مش اي حاجة بتتحط فيها، يعني بوكسات الخوص دي مش كل حاجة بتتحط فيها. انا عاوزة حاجة زي ضرفة او درج. المهم لما رحت ايكيا، كان في زي قطع، بصوا دي اللي انا اقصدها. في بوكسات كتير بقى مفتوحة، فانا عاوزة اقفل منهم على قد، يعني على قد ما اقدر، عشان اقلل التنظيف، لان انتوا عارفين انا الشقة عندي بيخش لها كمية تراب رهيبة. المهم جبت، كان في بقى حاجتين ينفع يتعملوا نقفل بيهم البوكسات بتاعة الوحدة دي، يا إما إدراج يا إما ضلف. اخترت، قلت أنا في أول مرحلة هجيب أدراج، عشان عاوزة أنظم فيها حاجة معينة، هننظمها مع بعض إن شاء الله الفيديو اللي جاي أو اللي بعده. هتكون عملية معايا، والضلف أخليها إن أنا يعني آه، مش دلوقتي، فاهمين قصدي؟ عشان ما يبقاش التكلفة كبيرة. الدرجين دول مع بعض هما كواحدة كاملة عاملين 500 جنيه، والضلفة عاملة 250. كان ممكن أجيب ضلفتين هيكونوا بتمن الوحدة الأدراج دي. بس حسيت الأدراج هتكون عملية معايا في التنظيم اللي أنا بقولكوا عليه.
والضلفة هتبقى برضه كتخزين، بس الحاجات بقى مثلًا ديكورات مش عارفة إيه كده، أنتم عارفين إن الحاجات اللي باستخدمها في الديكورات عندي بتبقى كتير، فبابدِّل بقى، أشيل حاجة وأحط حاجة، فباكون عاوزة أخزّن. في حاجات مخزّناها في البوكسات اللي هي الخوص دي، وفي حاجات حاطاها في أماكن تانية، فقُلت خلاص أنا هاجيب دلوقتي الأدراج أعمل فيها تنظيم، والضُلَف دي ممكن أجيب ضلفة بعد كده أقفّل بيها برضه وحدة، فهيبقى عندي box، أو مش box، هنقول بقى إيه يعني مش عارفة اسمه إيه، وحدة من الخانات المفتوحة دي هيكون أدراج، واحدة ضلفة، وعندي أنا كان عندي 3 بوكسات الخوص، حطيت دلوقتي بوكسين في الوحدة دي، فهيبقى بوكسين وبقية الخانات هتكون مفتوحة فيها ديكورات. حسيت الديزاين ده كده مريحني وشكله شيك قوي، ولما تقفل الدرج بصراحة شكله طلع وهمي. انا وريتكم الشكل كده سريعا، بس ان شاء الله ابقى اوريها لكم بالتفصيل. الوحدة دي عملية لأبعد الحدود، الماتيريال بتاعتها مش احسن حاجة، محتاجة محافظة، محتاجة مش خبط بقى وترزيع، لا تتعامل بحساسية، عشان احنا عارفين خشب ايكيا من الحاجات اللي ممكن تتخربش معانا وتتبهدل، فالوحدة دي محتاجة المحافظة. جيت بعد كده غسلت طبعًا بقى الحاجات الجديدة وكده وشِلتها عشان إيه، نستعد لرمضان. كان عندي طماطم ابتدت تطرى في التلاجة، وأنا كنت نازلة اليوم ده أجيب الخضار بتاعي، فقُلت خلاص أنا هاستخدم الطماطم اللي في التلاجة أعملها صلصة، واللي هاجيبه أحطه بقى في التلاجة لاستخدام السلطة والحاجات دي. اليوم ده كمان جوزي قال إيه أنا هاعمل لكم الغدا، فقرر إن هو يعمل لنا برجر. فلقيته هو بقى إيه بيجهّز للبرجر، قُلت طب خلاص أنا فاضية ما وراييش حاجة، أستغل برضه الوقت، مش هارحم نفسي بقى وارتاح، لأ أبدًا. لازم أتعب نفسي، بس باتعب نفسي في وقت أكون أنا قادرة، أحسن لمّا أكون باتعب نفسي في وقت أنا تعبانة، فاهمين قصدي؟ هتفهموا ليه باقول لكم الجملة دي. فساعتها عملت الطماطم وعملت غدا أشيله في الفريزر، لوقت بقى إيه أكون مزنوقة، أكون تعبانة. أنتم عارفين يوم الجمعة والسبت أنا مش باعمل غدا، باعمله يا إما يوم الخميس، يا إما لو عندي حاجة في الفريزر أطلّعها. فقُلت خلاص أنا هاعمل كوسة باللحمة المفرومة، وأشيلها في الفريزر لأي وقت بقى، يوم جمعة، يوم سبت، وقت زنقة، حد جالي ضيف فجأة، فيبقى عندي حاجات. خدت بقى من الصلصة اللي أنا عملتها، عصّقت اللحمة وحطيت فوقيها الكوسة، شوّحت الكوسة كده مع اللحمة، وبعد كده نزلت بالصلصة. مش هاحط أي سوائل تاني، هاعملها ناشف في ناشف كده، وأحطها عندي في بايركس وأشيلها في الفريزر. أول ما تهدى طبعًا من الدخان اللي فيها ده والحرارة بتاعتها تروح تبقى دافية، أشيلها في الفريزر، أطلّعها أحط عليها شوية مَيّة بس كده عشان تاخد وتدّي كده مع نفسها في الفرن والكوسة تستوي، وبتطلع معاكِ تحفة، 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 تحفة. وما تحطّيش الطاجن يفُك لحد ما يفُك خالص وبعد كده تدخّليه الفرن، لأ، تحطّي المَيّة على الوش وتدخّليه وهو مجمّد كده، هو هياخد ويدّي مع بعض وهيفُك والكوسة هتستوي وكل حاجة. لو حطّيتِ الطاجن يفُك برّه لحد ما يفُك خالص، هتلاقي الكوسة نزّلت المَيّة بتاعتها وبقت عاملة زي الجلد كده ما لهاش أي طعم. جوزي بقى ابتدى يعمل البرجر، كان عامل اليوم ده البرجر دبل، يعني نفس كمية اللحمة اللي أنا كنت قايلة لكم عليها في فيديو التوفير، هي بس قاسمها على 2 عشان يبقى في أكن قطعتين جوه الساندوتش، فاهمين؟ فيديك الإحساس برضه إن إيه الحاجات كتيرة كده ومخدومة. اتغدينا الحمد لله وشطبت المطبخ وخليته زي الفل عشان أبتدي بقى على النضافة. نزلت اشتريت الخضار بتاعي وطلعت عشان أظبطه. الكوسة برضه غلفتها بعد ما هديت خالص بالستريتش عشان ما تعملش تلج كده جواها، وحطيتها في الفريزر. في أي وقت بقى طلعيها، بجد من الحاجات المنقذة جدا. حابة تعمليها كمان بالبشاميل عادي جدا، تقدري تعمليها بالبشاميل هتطلع برضه حلوة جدا. أهم حاجة ما تسيبيش الصواني اللي زي كده تفك، لو فكت هتنزل ميتها ويبقى طعمها مش حلو خالص. مجرد طلعيها من الفريزر 10 دقايق بس تهدى كده، وعقبال ما الفرن يسخن، وبعد ما الفرن يسخن تروحي مدخلاها هتبقى معاكي تحفة أكنك لسه عاملاها دلوقتي. وخلّي عندِك كده لو أنتِ عندِك الفريزر اللي هو الأدراج، خلّي عندِك درج كده للأكلات اللي زي كده، بانيه، الصواني اللي زي كده، جلاش، مش عارفة. بُصّي، يعني حاولي إن أنتِ تبدعي في الأكلات اللي هي ينفع تفرّزيها، هتنقذ معاكِ جدًا، جدًا، جدًا.
لما جبت بقى الخضار كنت جايبه بتنجان رومي، قلت البتنجان اللي عندي هعمله بابا غنوج. انا بحب البتنجان اللي هو ايه، ولا هو صغير ولا هو كبير للبابا غنوج. بجيب ساعات بتنجان اكبر، حجم اكبر يعني من ده لحاجات تانية، بس الحجم ده بحبه قوي للبابا غنوج، بيبقى مسكر كده وطعمه حلو. فحطيت عندي البتنجانتين دول يتشووا. ليه بقى قررت ان انا هشوي البتنجان؟ لان البوتاجاز كان فله من البرجر بقى طبعا بيطرطش في كل حته، فالبوتاجاز كان زي الزفت. فقلت خلاص قبل ما اغسل البوتاجاز، انا شطبت المطبخ كله ما عدا البوتاجاز. قبل ما اغسل البوتاجاز هحط عندي البتنجان، على اساس ايه ان انا يعني هي كده كده هيوسخ، لان انا بحب البتنجان المشوي على النار، مش بحبه بقى في الفرن او مش عارفه في طاسه او كده، لا بحب التدخينه بتاعته دي بتاعه النار. فقلت ادم كده كده البوتاجاز عندي مش نظيف وانا سايباه عشان مقرره ان أنا هعمل بابا غنوج، فانا ايه هحط بقى البابا غنوج يتعمل وانا واقفه، يبقى وانا شغاله في الخضار يبقى البابا غنوج على النار. عقبال ما اخلص الخضار يكون البابا غنوج خلص، وخلصت الخضار اشطب بقى ايه المطبخ تاني كله، يبقى بالبوتاجاز بقى بكله. كان البراد هنا عملت فيه شاي، فرحت غسلاه هو كمان عشان ما يبقاش عندي مواعين خالص. كنت جايبه الفلفل اللي هو الاحمر ده اللي هو بتاع الهريسه، عشان اعمله للبتنجان وكده. بحب احطه كده في الفريزر البتنجان. ساعات بحطه على البطاطس مهروسه لما بيكون معمول كده خلطه بالثوم مش عارفه ايه، بيبقى طعمه خطير على البطاطس المهروسة، بس طبعا بيغير لونها للناس اللي ايه يعني بتحبش الحاجة لونها يتغير او كده، لا هو بيغير لونها. بحب احطه على الفول، دقة الفول، بحب بستخدمه في حاجات كتيرة قوي. وللأسف يوم ما كنت بجيب الخضار ده كان ساعتها الفلفل ده كان مش عارفة ب12 جنيه، بس ما كانش فيه كتير، الباقي كان مش عاجبني دبلان كده. فما جبتش كتير. عاوزة اقول لكم دلوقتي بقى ب20 جنيه، فزاد قوي عشان كمان التوم طلع والناس كلها بتعمل بقى بتفرز التوم وكده. فقلت ان شاء الله اشوف كده يكون مكان يكون ارخص من اللي حواليا، لان احنا بيعاملونا معاملة مش لطيفة في الاسعار. اجيب منه كمية عشان التوم نزل، ونخزن بقى توم بقى ونعمل هريسة شطة وحركات وكده. بحط عندي الخضار كله في الحوض، طبعا الحوض بيبقى مغسول زي الفل. وببتدي بقى اغسل حاجة حاجة، واللي عاوز يتقطع واللي عاوز مش عارفة يتفرز، بظبط الدنيا بقى. الحاجات دي بجد منقذة جدا جدا بالنسبة لي. لما بتنضفوا الخضار وتشيلوه في التلاجة كده متنضف، تحس ان انتوا مرتاحين، تفتحوا التلاجة كده شكل الخضار يفتح النفس، بتشدوا تستخدموا على طول. وانا بالنسبة لي ده بيوفر وقت كبير جدا جدا. حتة ان انا كل شوية اقعد اغسل خضار وانا بغسل الخضار بذمة قوي، فهحس ان هو بياكل من وقتي وبقف في المطبخ فترة اطول. يعني انا بقضي وقت كبير من يومي في المطبخ بسبب حاجات كتير وعوامل كتير. بس حاسة لو أنا يعني شِلت الخضار زي ما هو كده في التلاجة من غير ما يتغسل، أنا كده يعني باصعّب الموضوع على نفسي جدًا. عاوزة أقول لكم أنا ممكن يوصل الغدا بجد ما ياخدش معايا 10 دقايق تحضير، أعمل الحاجة في 10 دقايق وأسيبها على النار وأنا خلّصت الغدا كده، بسبب إن الحاجة مغسولة عندي، الحاجة متفرّزة، الصلصة جاهزة، فاللي هو باحط مثلًا كوسة على صلصة على بصلاية، الموضوع انتهى، ما بياخدش 10 دقايق. وفي أكلات لأ، بتاخد وقت منّي بسبب إن ممكن أكون مش مفرّزاها أو ما ينفعش إن هي تتفرّز أو كده. فأنا باحس أوي بنتيجة تعبي في يوم واحد باحسه خلال مثلًا 15 يوم، زي ما قُلت لكم أنا الخضار باجيبه كل 15 يوم، وكل أسبوع باشوف إيه النواقص اللي عندي وأجيبها. يعني مثلًا جِبت الخضار النهارده ده كان دوّة الخضار اللي المفروض محتاجاه خلال 15 يوم، بجانب الحاجات المتبقية عندي في التلاجة. طيب بعد أسبوع لقيت حاجات نقصت باجيبها، أكيد مش هاقول لأ هو كل 15 يوم يعني، بس بيوفّر عليَّ بجد مجهود وتعب وزهق. إحنا عارفين قد إيه موضوع الغسيل الخضار ده بيزهق، بالذات لو أنتِ يعني بتغسليه بذمة. بالنسبة عاوزة أقول لكم حاجة مهمة أوي، بالنسبة للليمون. الليمون أنا طول عمري باغسله وأحطه في علبة في التلاجة، ما بيحصلوش حاجة، تمام. وبعدين شُفت فيديو آآ كانت شيف أعتقد، والناس عمّالة تشكر أوي في الفيديو ده على طريقة حفظ الليمون. جرّبت الطريقة بتاعتها اللي هي تاخدي الليمون تحفظيه في برطمان أو في علبة فيها مَيّة،
أسوأ حاجة جربتها في حياتي بجد. الليمون طلع أكنه ليمون متخلل، بس من غير بقى ملح والكلام ده، وما بينزلش عصير خالص. الملمس بتاعه غريب، معرفش، ما مرتحتش خالص الطريقة دي، ورجعت للطريقة بتاعتي تاني. هي جربت دي مرة واحدة والموضوع انتهى. برضو طريقة حفظ الليمون في الفريزر مش أحسن حاجة، لأن برضو نفس الفكرة، الليمون مش بينزل مية كتير، وتحسه بيجلد كده. تقدري تستخدميه في حاجات تانية لو انت هتشيليه في الفريزر. كنت جايبة بيض ضبطته وحطيته عندي، حطيت جزء في الاستخدام اللي هو بتاع كل يوم، وجزء تاني شيلته في الحوامل بتاعته، عشان برضو ايه ما ياخدش معايا مكان. انا ما بحبش اشوف منظر كرتونة البيض، بيعصبني وبحس ان منظر مش لطيف، معرفش. ممكن أكون بأفور، بس فعلا بيضايقني كرتونة البيض دي كده قدامي في المطبخ، بتعصبني، بحس ان انا حاطة، عارفين لما يبقى مخزنين الاكل في كراتين، هو نفس الاحساس عندي كده. بس كده خلصت يومي ورحت بقى ايه تحت كده. الحمد لله كان يوم مش متعب قوي، لان جوزي عمل الغدا وكده، فخفف من عليا الحمد لله. وانا برضو استغليت الوقت ده ان انا عملت غدا برضو، بس مش مضغوطة، فاهمين؟ حاجة انا بعملها بمزاجي عشان افرزها واشيلها عندي. جربوا الموضوع ده، بجد هيفرق جدا بالنسبة لكم. ان شاء الله انتظروا الفيديوهات الجاية هتعجبكم. بصوا في فيديوهات كتير حلوة ان شاء الله. أشوفكوا على خير إن شاء الله الفيديو الجاي. ما تنسوش بقى اللايك وشير وسبسكرايب للقناة، وباي باي.